أي كورس في الدنيا ليه مميزات وليه عيوب، وكورس بوزو مش استثناء. ولكن في أي كورس راجعناه هنا في القناة كنا بنتكلم عن عيوبه وعن مميزاته. اتكلمنا عن عيوب مثلا كورس اي جي هوج، اتكلمنا عن عيوب كورس زي زي امريكان انجلش. وفي كل مرة كنا بنتكلم عن العيوب دي كنا بنقول ان العيوب دي مش بنذكرها علشان نزهد الناس في الكورس، بالعكس احنا بنذكرها علشان الناس تعرف تتفاداها فتحقق أكبر استفادة من الكورس. للأسف هو ده الشيء الوحيد اللي ممكن نقول إن كورس بوزو استثناء فيه. زيه زي أي كورس ليه مميزات والعيوب، وزيه زي أي كورس عيوبه ممكن نتفاداها إلا عيب واحد هنتكلم عنه بعد شوية. لكن وعلشان ما نضيعش وقتك إن شاء الله هنتكلم عن المواضيع اللي ظاهرة قصادك دلوقتي في الشاشة، بحيث لو عاوز تقفز مباشرة لجزء منها ممكن تروح له مباشرة علشان ما تضيعش وقتك. وإن كان نصيحتي إنك تتفرج على الكورس كامل، خصوصا لو عندك نية إنك أنت تذاكر كورس بوزو. واللايك والشير والسبسكرايب، ويلا نبدأ. طريقة الدراسة يا اخوانا، برنامج بوزو برنامج تعليمي جاد، فكل ما حضرتك تكون جاد اكتر كل ما هتحقق ان شاء الله نتيجة اعلى من البرنامج ده. والناس اللي بتذاكر اي كورس وبتذاكر اي حاجة في الدنيا تقدر تقسمهم لنوعين. النوع الاول اللي بيذاكر ومع ذلك بيشتكي ان هو مش قادر يتقدم، والنوع التاني اللي بيذاكر وبيحقق تقدم مع الوقت لغاية لما يوصل للمستوى اللي هو عاوزه. وهو ده النوع اللي انا بكلمه دلوقتي. لو انت عاوز تحقق اقصى استفاده من الكورس يا ريت تعمل الكلام اللي انا هقول لك عليه ده. ومش لازم تعمله بالظبط، يعني ممكن تكستمايز الموضوع على حسب ظروفك وعلى حسب وقتك وعلى حسب فراغك وشغفك واهتمامك والمستوى او الهدف اللي انت عاوز توصل له. هذاكر كورس بوزو ازاي؟ ببساطه جدا يا غالي. لو انت هنفترض مثلا انك دلوقتي بتذاكر في الفصل الاول او في المستوى الاول الفصل الرابع، يبقى احنا كده هيكون عندنا منهجين: منهج للمذاكرة ومنهج للمراجعة. والمنهجين دول ما ينفعش ينفصلوا عن بعض زي ما هنقول دلوقتي. طيب بالنسبة لمنهج المذاكرة، أنا دلوقتي في الشابتر 4 أو الفصل الرابع وعندي دروس، فهبدأ أذاكر أول درس في أول يوم. فهمتوا؟ اليوم اللي بعده هذاكر أول درس وتاني درس. فهمتوا؟ اليوم الثالث هذاكر أول درس وتاني درس وتالت درس. يعني حزمة المذاكرة باختصار هتكون مكونة من 4 دروس. يبقى إذا لو أنا بذاكر الدرس الرابع يبقى أنا بذاكر أول 4 دروس، بذاكر الدرس الخامس يبقى بذاكر الخامس وبذاكر معاه الرابع والثالث والتاني. خلي بالك أنا ما قلتش هنا أنا بذاكر الخامس وبراجع الرابع والثالث والتاني، أنا قلت أنا بذاكرهم الأربعة، يعني بذاكر الدرس الواحد على الأقل 4 مرات. مرة بذاكره كدرس جديد، ومرة بذاكره كدرس قديم مع مذاكرة درس جديد. تعال نفترض انك انت ذاكرت الدرس الخامس ولكن ما فهمتوش، مش مشكلة. اليوم اللي بعده هتذاكر الخامس مع الرابع والثالث والتاني. يبقى الحزمة دي ماشية مع بعض كده، بلوك واحد ما بينفصلش عن بعضه. ذاكرت الدرس الخامس ومش فاهمه برضه، اليوم الثالث هعيده برضه مع الثلاث دروس اللي قبله. بالمناسبة الطريقة دي طريقة المذاكرة اللي انا عايزها منك، لان انا قلت لك انا عايز انسان جاد. الطريقة دي مش هتاخد من وقتك كتير، انا كل اللي طالبه منك نص ساعة، علما بان الانسان الجاد اقل حاجة جدا مطلوبة منه علشان يوصل للمستوى بتاعه بسرعة انه يذاكر على الاقل ساعة كاملة في اليوم. لكن انا النهاردة مديك المذاكرة بالمراجعة الاتنين مع بعض نص ساعة. الدرس في بوزو عادة بيحتاج من 5 ل 10 دقايق علشان تذاكره أول مرة. في المرات اللي بعد كده لما بتيجي تذاكره بيكون المذاكرة أسرع شوية، علشان كده حزمة المذاكرة كلها هتاخد منك يوميا تلت ساعة. كده فاضل 10 دقايق علشان تراجع فيها. هنراجع ازاي؟ زي ما قلت لك انت دلوقتي في الفصل الرابع، نفس اللي بتعمله في المذاكرة في الفصل الرابع هتعمله في المراجعة في الفصل الثالث. يعني ايه؟ يعني انا النهاردة مثلا براجع الدرس الرابع من شابتر 3 من الفصل الثالث، يبقى هراجع الرابع مع الثالث مع الثاني مع الاول. طب ايه الفرق بين ده وبين المذاكره؟ احنا قلنا قبل كده ان لو في درس انت قبل كده ذاكرته في بوزو، لما بتضغط عليه تاني مره تانية بيديك خيارين: يا ترى عايز تذاكره ولا عاوز تراجعه. لما بتختار انك انت عايز تراجعه بيراجع لك على الحاجات المهمه اللي في الدرس وبيسالك الاسئله اللي الحاجات المفترض تكون خرجت بيها من الدرس، وبيفكرك بالدرس ككل، وهكذا. يبقى اذا وقت المذاكره
مش نفس وقت المراجعة. وقت المراجعة أقصر بكتير لأنك أنت بتعدي على الحاجات المهمة وبتفكر نفسك بالهايلايتس اللي موجودة في الدرس. وصدقني المرة الأخيرة اللي هتذاكر فيها الدرس والمرة الأخيرة اللي هتراجع فيها الدرس هتلاحظ إن استيعابك للدرس فرق جدا 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 حتى لو أنت كنت فاكره من أول يوم. عندنا البوزو عيوب عادية وعيب واحد بس مش عادي. أما العيوب العادية فرقم واحد إن نظام مراجعة الكلمات، رغم إن بوزو بيتميز بإن هو بيطبق سياسة في مراجعة الكلمات اسمها التكرار المتباعد spaced repetition، ولكن للأسف الشديد تطبيقه ليها مش أفضل حاجة. خلي بالك السياسة دي سياسة التكرار المتباعد اتكلمت عنها قبل كده في فيديوهات، وهي أفضل طريقة على الإطلاق علشان ما تنساش أي كلمة أنت بتحفظها. ولو حضرتك مش عارفها وعايزني أتكلم عنها بشكل أوسع في فيديوهات قادمة ممكن تكتب لي تحت في الكومنتات. على أي حال، المشكلة في برنامج بوزو فيما يتعلق بمراجعة الكلمات رقم واحد إن هو مش بيتيح لك إنك أنت ترجع لأي كلمة أنت عاوزها. لو في كلمة معينة حاسس إنك أنت عايز تذاكرها مفيش إمكانية إنك تحدد الكلمة دي عشان تحفظها جوه البرنامج، هو بيحفظ لك كلمات معينة بس. ده رقم واحد. رقم اتنين، حتى لما تيجي تراجع على الكلمات القديمة برنامج الفلاش كاردز اللي أنت بتراجع من عليه جوه برنامج بوزو بدائي جدا جدا بصراحة ومحتاج تطوير كتير. فغالبا انت هتحتاج لبرنامج من برامج الفلاش كاردز علشان تراجع فيه بشكل منفصل، تحفظ فيه حصالة تحط فيها الكلمات اللي انت استفدتها من بوزو. كالعادة انا كنت عاوز اشرح لك بصراحة برنامج كرام اللي اتكلمنا عنه وعملنا عنه مراجعة، ويعتبر من اقوى برامج الفلاش كاردز وابسطها، ولكن للاسف في ظروف غامضة بعد تحديث اي او اس 18 اختفى في ظروف غامضة من الايفون. لذلك بشكل مؤقت ارشح لك برنامج كويزلت، وهو برنامج من برامج الفلاش كاردز الرائعه جدا واللي فيها مميزات كتير جدا، ولكن في جزء منه مدفوع وهي دي مشكلته، ولكن الجزء المجاني ممكن يكون كافي وممكن يمشيك ان شاء الله. العيب الثاني ان البرنامج بيركز على كلمات مش شديده الاهميه ومش مناسبه قوي لمستواك، لا سيما العيب ده بيبدا يظهر بشكل صارخ من مستوى B2 وطبعا مستوى C1. ساعات بتلاقي البرنامج بيدرس كلمات غالبا انت مش هتستخدمها، مش بس كده وكمان مش ملائمه لمستواك. يعني انت لو بصيت على كلمات البي 2 وبصيت على كلمات السي 1 مش هتلاقي فيها اصلا الكلمات اللي هو بيدرسها، ويا ريته بس بيذكر كلمه معينه كده بشكل عرضي في الدرس وخلاص. اي كورس ممكن يعمل كده، لكن المشكله ان هو بيركز عليها وبيحاول يرجعها لك ويفكرك بيها كل شويه وكانها مهمه، رغم ان هي تكاد تكون غير مستخدمه. لا هي من اهم 3000 كلمه في الانجليزي ولا حتى من اهم 5000 كلمه في الانجليزي. العيب الثالث من عيوب البرنامج شبيه جدا جدا بالعيب الثاني بس بيحصل مع الدروس. البرنامج احيانا بيرشح لك دروس او بيدي لك دروس عن مواضيع يكاد يكون من الصعب جدا ان طالب الانجليزي او ان الانسان العادي يتكلم فيها، مواضيع بشكل ما تقدر تقول عليها مواضيع علميه. يعني مثلا في درس عن ازاي السفن الفضائيه بتطلع في الفضاء، وازاي مش عارف بتثبت حاجه معينه كده علشان تقيس بيها درجه الحراره وحاجات معينه كده في الفضاء، حاجات انت اصلا بالعربي ممكن ما يكونش عندك قدره انك انت تقولها واصلا مش هتفكر تتكلم عنها اساسا. درس تاني عن الاعاصير وازاي الاعاصير بتتكون، ولما مش عارف الارض تكون سخنه والميه مش عارف يحصل لها ايه فتطلع الهواء ايه ويحصل مش عارف دوران ايه، عن طريقه تكون الاعصار. هل في حد يا اخوانا ممكن يتكلم في المواضيع دي؟ يعني هل في حد بيتعلم الانجليزي علشان ده؟ والله لو انت من النوع ده، لو انت راجل شغال في ناسا ولا حاجه مش مشكله، الله يسهل لك يا سيدي، ممكن تحفظ الدروس دي. المهم ان العيب ده والعيب اللي قبله ترشيح كلمات صعبه جدا وفي نفس الوقت مش مفيده للطالب ومش مناسبه لمستواه، وان هو بيدرس لك بعض الدروس كل بين الفينه والفينه كده تلاقي درس غريب جدا وصعب. العيبين دول موجودين بشكل احيانا بيوصل لمرحله انه يبقى مبالغ فيه، ودي بصراحة ممكن تسهل على الطالب ان هو يكتشف الكلمات، لان الموضوع يعني كلمات ما اظنش حد ممكن يقولك او والله يا ترى الكلمة دي مهمة ولا لا. وخصوصا الموضوع بدأ من بعد مستوى B2 يعني بشكل صارخ، فالطالب لما يوصل لمرحلة الB2 بيكون عنده يعني عنده طريقة معينة او يقدر يميز ما بين الكلمات اللي هو هيستخدمها والكلمات اللي هو مش هيستخدمها. فببساطة ازاي تتفادى العيبين دول؟ الكلمات اللي تلاقيها
مش مناسبة لمستواك وفي نفس الوقت ملهاش علاقة بمجال شغلك، عادي جدا you can skip it، عدي عليها وما تركزش معاها قوي. دي كده بالنسبة للعيوب اللي ممكن نتفاداها. في بعض العيوب الأخرى اللي مش عارف، يعني أنا بصراحة، وهو عيب واحد في الحقيقة، والعيب الواحد ده خلاني أكون وجهة نظر عن برنامج بوزو عمري ما كنت أتخيل إن أنا أقولها على برنامج تعليمي. شيء غريب جدا ومش قادر أفهمه، وليه برنامج تعليمي يصر على حاجة زي كده مش قادر أفهم. وعلى أي حال مش هينفع أقول لك الموضوع بصراحة، فهأطلع معاك فاصل كده هأحكي لك فيه قصة سريعة من خلالها تقدر تستنبط العيب وارجع لك تاني. يحكى أنه في التسعينات كان هناك برنامج إذاعي بيعلم اللغات وخاصة لغة الخواجات، اسمه برنامج سوسو يا حضرات. ولكن في وسط الفوائد والملح كان البرنامج بيجيب سيرة قوس قزح، فكان الناس يتعجبون ومن كتر الاستغراب يقولون: احنا جايين نتعلم لغات، لازمتها ايه بس سيرة الألوانات؟ لكن بعض المساكين لم يبالوا ونظروا إلى إخوانهم وقالوا: ما هو كل الدنيا دي مركزة على نفس القضية، يعني في الآخر هي وما جاتش على سوسو يعني. لكن أحد الحكماء التقال اللي ملوش في الشمال ولا يرضيه المشي البطال وقف بين الفريقين وقال: والله عال، الفرق واضح يا حضرات، برنامج سوسو في هذا الموضوع بالذات قد عد الفلنكات وبيحاول يلمع هذه الكائنات، والثعلب فات وفي ديله لعب وحوارات. فقال له عم حسين اللي كان عنده ولد وبنتين وعاوز كل واحد فيهم يتعلم لغتين: ما توضح كلامك حبتين وعرفنا منين مودي على فين، نتعلم سوسو ولا ندوسو؟ فقام الحكيم بحماس وهو ينظر لجميع الناس، ثم ألقى لهم كلمة كالزلط قضت على النقاش وأنهت اللغط: برنامج سوسو للكبار فقط. قبل ما ندي تقييم كامل وشامل للبرنامج، عاوز اقول ان انا جات لي اسئله كتير على الفيديو اللي فات لما اتكلمنا عن البرنامج، والاسئله اغلبها رديت عليها، ممكن اثناء الكلام دلوقتي وممكن اثناء الكلام في الفيديو اللي فات، وبعضها رديت عليه في التعليقات. ولكن الاسئله اللي تبقت بتدور حول شيئين اتنين: الاول هل البرنامج مجاني او مدفوع؟ والتاني الناس اللي عاوزة تشترك في البرنامج وما عندهاش وسيلة دفع واضحة. فبالنسبة للأمر الأول، البرنامج يا أخوانا برنامج مجاني، برنامج بوزو مجاني، ولكن بتشوفه مع إعلانات وبعض التقييدات، وبتاخد النسخة الكاملة منه بشكل مدفوع، يعني في بعض المميزات مش هتظهر لك إلا لو دفعت. من ضمنها موضوع التكرار المتباعد اللي قلت لك إنه مش جامد قوي، يعني من ضمنها إلغاء الإعلانات وغيرها من المميزات اللي أنا بشكل شخصي شايفها مش مهمة. ولكن أهم واحدة فيهم هي التحدث مع الذكاء الاصطناعي، إن النسخة البريميوم، النسخة المدفوعة، بتتيح لك انك انت تتحدث مع الذكاء الاصطناعي. فلذلك لو الميزة دي مهمة بالنسبة لك يبقى الاشتراك في برنامج بوزو غالبا هيكون مهم بالنسبة لك. ولو ما عندكش قدرة على الاشتراك فممكن تكتب لي ان شاء الله ونحاول ان انا اعمل لك فيديو عن كيفية الممارسة مع الذكاء الصناعي، حتى ولو كان مستواك مبتدئ، ازاي نخلي الموضوع بشكل اسهل ونخلي الذكاء الاصطناعي ما يفتحش قوي معاك في الكلام ويرمي في وشك جمل طويله وهكذا. بخصوص بقى ان في بعض الناس مش عارفه توصل لوسيله دفع معينه في انها تشتري البرنامج وكده، فبصراحه انا عايز اقول له ما تستعجلش قوي على النسخه المدفوعه، ممكن تذاكر عادي في النسخه المجانيه، خصوصا ان العيبيه بيخليني مش حابب ان الناس تدعم البرنامج بصراحه. على اي حال، احنا عندنا هنا مشكله في مصر في شراء البرامج، من يعني البرامج والحاجات اللي هي اصلا بالدولار وكده، عندنا مشكله هنا في مصر. فطبعا الحل الوحيد ان يكون معاك فيزا معينه بتتيح لك انك انت تشتري بالدولار. لو معكش ففي نوعيات من الفيز اللي ممكن تطلعها
زي فيزا مثلا ريدوت باي وكاست والحاجات دي، ممكن تشوف فيديوهات عنها علشان توصل للموضوع ده. وان كنت اظن المشكله دي في طريقها للحل، لان احنا دلوقتي بقى عندنا ابل باي بقى لها فتره موجوده في مصر، فغالبا الموضوع ده في خلال شهر ولا شهرين ان شاء الله يكون محلول. نيجي بقى للتقييم النهائي لبرنامج بوزو، وانا شخصيا تقييم البرنامج بوزو هو 10/10. وغالبا مفيش عندي برامج كتير او كورسات كتير في تعليم اللغه الانجليزيه ممكن اديها 10/10 بصراحه. في كام حاجه كده في دماغي، لكن يعني اللي اقدر اقولك ان انا متاكد واقدر اديله 10/10 بشكل يعني مستريح هو برنامج بوزو، مع بعض العيوب والتحفظات اللي انا ذكرت عليه قبل كده. اما برنامج سوسو فبصراحه تقييمي ليه -10/10. البرنامج ده ما ينفعش تسيب ابنك او بنتك يذاكروه على اقل تقدير خالص. برنامج سوسو لابد ان يخضع للرقابه الابويه. للاسف عمري ما كنت اتخيل ان انا اقول عن برنامج تعليمي ابدا ان هو للكبار فقط. بس على اي حال بعض حبايبنا قال ان البرنامج فيه مخالفات شرعيه وهكذا، وطبعا اي حاجه برشحها في القناه وحضرتك هتقول ان فيها مخالفات او لقيت فيها مخالفات، انا مش بدعو حد ان هو يعصي ربنا وان هو يبص على المخالفات دي طبعا. فهسيب لك فتوى تحت في حكم استخدام البرامج اللي من النوعية دي اللي فيها بعض المخالفات، اللي احنا ممكن نعملها سكيب او ما نبصش عليها، او نحاول ان احنا يعني نتفادى ان احنا نقع في الحاجة اللي فيها محظور شرعي وهكذا. الفتوى مفيدة جدا، هسيبها لك تحت ان شاء الله في اول تعليق وفي الديسكريبشن. ده كان كل حاجة عن برنامج بوزو. ما تنسوش الدعاء لحبايبنا في فلسطين ولكل انسان مظلوم في الدنيا. لايك شير سبسكرايب، واشوفك مرة جاية ان شاء الله. سلام عليكم.